مساكم الله بالخير أو صبحكم الله بالخير، كل من حسب وقتي. شلونكم حبايب قلبي؟ شخباركم؟ عساكم طيبين. آسف عن انقطاع شهر أو شهر وكسور، لأن صارت ظروف وياي والحمد لله والشكر تعدت على خير. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد عن برنامج كيوتي كات برو، اللي هو راح يكون تحريك الصورة، بس تحريك الا اشرد. اهم شي لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصل لك كل ما هو جديد من اخوك المصمم برنامج. وظائف حقوقك ما عليك بس تريد الصميم. اوكي، تضغط ضغطتين على الصورة وتضيف انتقال دخول متلاشي، وايضا تضغط على الاغنية وتضيف انتقال دخول متلاشي، وتروح على الحقوق وتضيف دخول متلاشي. تضغط ضغطتين على الصورة وتضيف انتقال حر. انتقالك تخليه ويا كبسة الاغنية، تمام؟ يعني الانتقالات راح ترتبط ويا الاغنية، تمام؟ تروح للتعميم وتضيف التعميم اوت. هسه تحرك الصورة باللي انت تريده، تمام؟ انا راح احرك هذا الشكل. من كملت الانتقال الاول تروح وتضيف انتقال ثاني اللي هو انتقال حر، ونفس الشيء اوت، وتحرك الصورة وعلى قد مقاسات كبسة الاغنية. هسه تضيف انتقال حر وتكبر انتقالك او تصغر على قد مقاسات الكبسة مالت الاغنية اللي انت رايدها، وتروح وتضيف التعميم اوت وتكبر الصورة او تصغر كيفك انت. بعدين تروح بداية الانتقال تضيف تباين او تعرض، يعني تلعب بالتعرض والالوان تخليه مناسبة للصورة. هسه تروح وتضيف انتقال حر. من ضفت انتقال حر تصغر او تكبر انتقالك على قد مقاسات الاغنية، راد لها تركيز شوية حتى تنضبط التصميم مالتك ويصير ابداع. وتروح وتضيف تعميم اوت وتصغر الصورة او تكبر انت كيفك اللي انت يعجبك، تمام؟ هسه تضيف انتقال حر وتصغر او تكبر انتقالك حسب كبسة الاغنية مثل ما تعلمنا سابقا، يعني ببداية الفيديو. بعدين تكبر او تصغر مثل ما قلت لك انت كيفك، وتضيف التعميم اوت. هسه تروح وتضيف انتقال حر وتصغر او تكبر، انا صغرت، تكبر الصورة او تصغرها ايضا، وتروح للتعميم تضيف تعميم اوت. بعدين ايضا تضيف انتقال حر وتروح للتعميم وتضيف تعميم خطي وتصغر او تكبر حسب فكرتك بالتصميم. وتروح على الخيار زائد وتضيف انتقال حر وتروح للتعميم وتضيف التعميم رجوع اوت. من ضفت التعميم كبر او تصغر صورتك حسب اللي انت رايده. بعدين تضغط على الخيار زائد وتضيف انتقال حر، تصغر او تكبر الانتقال، وتروح للتعميم تضيف تعميم خطي. هسه حرك الصورة على اليمين شوي وتضيف انتقال حر، تصغر انتقالك شوي، هسه تروح للتعميم وتضيف تعميم خطي وتصغر صورتك. هسه تضيف انتقال حر وتصغر انتقالك وتروح للتعميم خطي وتحرك صورتك لليسار. بعدين تروح وتضيف انتقال حر، تصغر انتقالك على قد
ما انت تشوف، تحرك الصورة على اليمين وتروح للتعميم وتضيف تعميم خطي. تروح وتضيف انتقال حر، تصغر او تكبر انتقالك على قد الأغنية اللي انت رايدها، وتضيف تعميم خطي. بعدين تكبر الصورة وتصغرها. من كبرت الصورة وصغرتها تروح وتضيف انتقال حر. بعدين تصغر او تكبر انتقالك، يعني انت ترتب انتقالاتك على الصورة. شلون؟ انا اقول لك، يعني مثلا كبسة اغنية او شيء تخلي انتقالك صغير او تكبره، وتستخدم التعميمات. اهم شيء التعميم يعني تخلي تعميم اوت او خطي او رجوع حسب انتقالاتك بالفيديو. يعني تخلي انتقالات يعني انتقال حر وتسوي تعميم وتحرك الصورة، بس التعميم اهم شيء لا تغلط بيه، يعني يوم تخليه اوت ويوم تخليه خطي. وهذه يعني في اشوف اشخاص هواي جاي يغلطون بالتعميم، يعني يضيف تعميم مثلا ان يغلط بالاوت. هذا ايش اهم شيء، يعني تركز بالتصميم وتصير مبدع. هسه تروح تضغط ضغطتين على الحقوق مالتك اللي انت ضايفها، وتضيف انتقال حر نفس الانتقال الفوق بالصورة. يعني الصورة راحت يمين تخلي الانتقال يروح يمين، تروح يسار تخلي انتقالك يروح يسار، ونفس التعميم اوت اوت، خطي خطي، ورجوع رجوع. مثل هذا التصميم تخلي انتقال الحقوق نفس انتقال بالصورة. تمام. وهذا يعني ما يخص الحقوق. الحقوق بالنسبة لكم سهل ترى، بس يعني اكو ناس ما مستخدمتها عدل، تكبر حقوقها بالصورة، يعني التصميم ما راح يطلع فيه شيء. مثلا هاي يسمونه تصميم خطي. اوكي يعني اذا تريد تغير تصميم مثلا شلون راح تحرك حقوقك فيه، ان شاء الله انزل الشرح الجاي شلون تحرك حقوقك يعني حقوق مناسب تحرك، يعني مو يروح منه ويجي منه، يعني اكو يصير نشاز بالفيديو. انا اقول لك اقل شيء اذا صار نشاز بالفيديو راح ينشز الفيديو كله. وتكمل انتقالاتك بالحقوق نفس انتقالات الصوت. وهذا كل ما يخص شرح هذا اليوم. ان شاء الله راح يكون عليكم سهل ومو صعب. حبايب اهم شيء لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلك كل ما هو جديد من اخوكم المصطفى.